مشاهدينا، دعت جمعية الفلك بالقطيف يوم أمس لحضور فعالية عبور كوكب الزهرة أمام الشمس، وذلك يوم الأربعاء 6/6/2012. طبعا الجرائد اليوم غطت هذا الحدث اللي يعني كان من الساعة 4:30 تقريبا فجرا وحتى 7:45 صباحا في كورنيش القطيف، علما بأن هذا الحدث لن يتكرر إلا بعد 105 سنة. وقام أعضاء جمعية الفلك بتعريف الظاهرة للرجال والنساء. للحديث أكثر عن هذه الظاهرة ينضم معنا كل من الأستاذة رباب القديحي منسق اللجنة النسائية بجمعية الفلك بالقطيف، والأستاذ سلمان آل رمضان باحث فلكي. قبل ما ندخل لموضوعنا راح يعني أذكر نبذة تعريفية عن ضيوفنا، وراح أبدأها بالباحث الفلكي سلمان يعقوب آل رمضان اللي تخبرنا سيرته الذاتية أنه عضو رئيس سابق لجمعية الفلك بالقطيف، شارك في عدد من الملتقيات داخل وخارج المملكة، عضو أيضا في الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك، قدم الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، قدم عدد من الدورات التدريبية والدورات الفلكية لتعليم أساسيات علم الفلك. له كتاب التعرف على السماء، وهو مشرف سابق على موقع منتدى جمعية الفلك بالقطيف، ومشرف على مجلة الفلك سابقا في جمعية الفلك بالقطيف. الأستاذة رباب حسن معتوق القديحي سيرتها الذاتية تقول أنها حاصلة على بكالوريوس جغرافيا من جامعة الملك سعود بالرياض، رئيسة القسم النسائي بجمعية الفلك بالقطيف، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء. لها مشاركات عدة في عدة مؤتمرات، وهي أول مدربة فلكية والكسوف تحت المجهر الفلكي. طبعا يسعدني أرحب فيكم لتسليط الضوء حول هذه الفعالية عبور كوكب الزهرة أمام الشمس. راح أبدأ معك أستاذ سلمان، اسمحي لي أستاذ رباب. أول شيء بداية يعني المشاهدين يتساءلون عن هذه الظاهرة، ما معنى عبور الزهرة وما تفسير هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر للاستضافة. عبور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس هو حركة فلكية معروفة بالنسبة للفلكيين. هو عبارة عن مرور كوكب الزهرة أثناء دورانه حول كوكب الزهرة، باعتبار أنه الكواكب جميعها تدور حول النجم الأم اللي هو الشمس، فباعتبار أنها تعتبر من الكواكب الداخلية التي تقع داخل مدار كوكب الأرض حول الشمس، فهي تمر في لحظة اقتران لمن لو كان هناك شخص يراقبهم من الأعلى، يراقب مسار الشمس والمجموعة الشمسية، فسيجد أن الكوكب الشمس كوكب الزهرة عندما يكون في حالة اقتران مع الشمس، ومعنى الاقتران أن تكون الكواكب الثلاثة على خط مستقيم واحد لمن يراقبهم من الأعلى، فهي تمر يعني هم في لحظة اقتران. نحن باعتبارنا في الأرض نشاهد أن هذا الكوكب قد مر أمام قرص الشمس، أشبه بلحظة الكسوف، كسوف الشمس. عندما تنكسف الشمس يكون القمر متوسط بين الأرض والشمس. هذه اللحظة الآن متكررة بالنسبة لكوكب الزهرة، ولكن باعتبار أن كوكب الزهرة بعيد، هو أكبر من القمر تقريبا ب4 مرات، لكن بعده الكبير هو يجعله مجرد فقط نقطة تظهر مثل الصورة. نعم، مثل الصورة اللي ظهرت قبل قليل. إذا نرجعها نعم، هذه الآن هذه تعتبر لحظة كسوف للشمس، ولكن ليس كسوف شرعي تؤسس على أساس الصلاة. الآن مرت هو ليست الآن يعني الكوكب الزهرة هو أمام قرص الشمس بالنسبة لنا نحن الذين ننظر. في هذه الصورة هي النقطة السوداء؟ نعم، هذه هي أعتقد الصورة موجودة في موقع سكايان تلسكوب، وكان باعتبار أنه الحدث شاهده مناطق كثيرة من العالم أو أغلب مناطق العالم باختلاف، ناس شهدته
أثناء غروب الشمس، وناس شهدته شروق الشمس، وفي مناطق شهدته تقريبا كلها 6 ساعات اللي 6 ساعات. في السعودية من 4:30 إلى 7. لا يختلف طبعا. احنا عندنا تقريبا هنا شروق الشمس كان 5 إلا ربع، في مكة قد تأخر الشروق. أيوة بالضبط. فكان المناطق المملكة شهدتها أثناء شروق الشمس إلى تقريبا الساعة 7 8 إلى 10. جميل. الجميل في الموضوع، أصبح عليك بالخير مرة ثانية أستاذة رباب. الجميل في الموضوع أن جمعية الفلك وجهت دعوة للنساء والرجال. أنا يعني ودي أعرف منك كيف كان تجاوب الناس مع هذه الظاهرة وتحديدا النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا على الاستضافة، صباح النور. بالنسبة لي أنا بجد فوجئت، ما توقعت أبدا أنه يكون هذا الحضور. جميل. لدرجة أن أنا وصلت تقريبا الكورنيش الساعة 4:15، فلقيت في حضور جالسة تنتظر. يعني مجرد أن أنا نزلت عدة الكاميرا فلقيت النساء، أنت أستاذة رباب؟ قلت لهم نعم. يلا متى بنشوف؟ فلقيت في حماس جدا كبير، في ناس جالسه تخمن ايش حيصير، تبغى تعرف. حسيت انه في تفاعل كبير، يمكن علشان احنا فتحنا المجال انه تعالوا شوفوا، باعتبار ان الاغلبيه يعني مش قادر يتخيل كيف شكل انه كوكب حيمر واحنا حنشوفه بالعين المجرده، باعتبار انه شمس اذا اضاءه مكثفه من السماء فما راح يكون شيء واضح. انا اعتقد ان جريده اليوم طلعت برضو صورة جميلة لتجمع النساء، بما أن يعني الأستاذة رباب تتكلم عن هالموضوع. أعتقد في مقطع فيديو أنا أعطيته الشباب إذا بالإمكان أن نطلعه، بس خلونا شباب أخذوا لنا لقطة على هذه الصورة اللي توضح تجمع نسائي في يوم ظاهرة مرور الزهرة. 4 كاميرا 4. أوكي، لو تعطونا إذا واضحة الصورة، يعني يبين بشكل واضح إنه في تفاعل من قبل يعني الناس كلهم وتحديدا النساء. وهذه صور برضو توضح، إذا تشرحين لنا أستاذة رباب. فعلا كان في تجمع نسائي كبير، واللافت للنظر إنه كان في حتى نساء كبار في السن موجودين، كانوا حابين انهم ايضا يشوفوا الظاهره ويتعرفوا عليها. هذا كان شيء جميل جدا، انه يعني حتى في ام جايه بطفلها الرضيع، يا سلام، جايه ابغى اشوف. فكان في حماس كبير لدرجه ان احنا هذا الفيديو برضو اذا تشرحين لنا عليه. هذا طبعا احنا قسمناهم على مجموعتين، انا مسكت الجانب النسائي والجانب الرجالي كانوا بالتلسكوب. فالمفاجأة ان حتى النظارات ما كفت، فصرنا نتعامل بالتناوب، يعني اللي يشوف يخلي اللي يعطي اللي ما شاف. وفي نفس الوقت انا بعد فتحت الكاميرا حقتي، فكنت اي لقطة اصورها كنت اكبرها لهم واقول لهم الان هو في اي مرحلة، الان هو وصل للمنتصف، وهو طبعا ما بدا الا بالمنتصف، فالان هو ابتعد، هو كم باقي عليه عشان يخرج وكذا. فكان في حماس وكان في تدافع حتى. جميل. وكان في استفسارات كثيرة بالنسبة للنساء، من ضمن الحماس اللي هم كانوا فيه، يعني في من سأل عن الدورات، من سأل انه يبغى يدرس، يبغى يتعمق اكثر. كان اجمل شيء واروع شيء فعلا انه لما بدت اشرقت الشمس وطلعت، يعني خلاص الكل عينه على الشمس وشاف كيف حجم الكوكب واضح، لسه ما لبسوا النظارات، يعني تسمعين كلمة سبحان الله، يعني كانت بشكل التهليل والتكبير كان بشكل كبير جدا، يدل على انه انبهار الناس بهذا الشيء. فكان الأغلب متى يكون في ظاهرات ثانية، متى حيكون في عبور ثاني. فطبعا الصدمة أنهم يقولون يعني مين حيعيش ل 105 سنوات؟ يقولون إن شاء الله الأحفاد، يعني الأحفاد إن شاء الله هم اللي حيشوفوها إن شاء الله. بما أننا قاعدين نتكلم عن تاريخ رصد هذه الظاهرة، سؤال موجه لك أستاذ سلمان، يعني كيف نقدر، يعني كيف أنتم كفلكيين تقدروا ترصدوا تاريخ مثل هذه الظواهر وتحديدا هذه الظاهرة؟ وعموما يعني تاريخ علم الفلك في مراحل لم تكن مسجلة، ولكن فيه فترات كان هناك تدوين للأحداث الفلكية أو حتى حساب التوقع لأنه في ظاهرة مثلا معينة تحدث، حتى في عصور لم يكن علم الفلك بهذا التطور. يعني أحيانا مثلا في مرحلة من المراحل يوهانسن كيبلر أحد علماء الفلك الكبار توقع في سنة من السنوات أنه سيحدث عبور للزهرة، لكنه أخطأ باعتباره أنه في السويد، فتوقع أنه في فعلا في تاريخ معين أنه ستحدث الظاهرة.
لكن إمكانياته في ذلك الوقت لم تساعده أنه يتوقع أنه هذا الحدث لن يحدث في أوروبا. هو كان منتظر أنه عايش في السويد يعني راح يشاهده في أوروبا، لكنه لم يحدث في أوروبا. لكن لما تطور العلم تقريبا من القرن ال17 كان هناك فعلا مراحل سجلت فيها هذه الظواهر ورصدت، وفي تاريخ طويل حتى في المستقبل إلى قرون بعيدة. يعني أنا أقول لك ممكن سنة 15,000 أو بعد أو قبل 4,000 سنة في فعلا بواسطة الحسابات الحديثة نحن نعلم أنه حصل عبور للزهرة، أو بعد 15,000 سنة سيحدث عبور للزهرة، باعتبار أنه الأدوات الفلكية أو القدرة على الحسابات استخدام الحواسيب اليوم تجعلنا نستطيع أن نحن مسبقا نعلم. الآن نحن نعلم، حتى طبعا في القرن ال17 كانوا يعلمون أنه سنة 2004 وسنة 2012 راح يحصل هذا العبور بواسطة الحسابات الفلكية. طيب أستاذ سلمان، يعني أنت أشرت في حديثك أن هناك ظواهر يعني في لها تاريخ محدد ودقيق أنها راح تصير. أنتم كفلكيين ممكن أن أنتم تلاحظوها من خلال ملاحظاتكم للفلك بشكل دوري؟ طبعا. وهل 105 سنة هو حساب دقيق أن بعد 105 سنة راح تعبر الزهرة يعني حول الشمس تحديدا في هذا التاريخ، أو ممكن يعني أقل؟ الحسابات الفلكية اليوم يعني ليست قابلة للشك، يعني هامش الخطأ، يعني الإنسان لا يجعل نفسه معصوم، ولكن هامش الخطأ قد يكون معدوم بالفعل. يعني أجزاء من الثانية قد يكون الخطأ موجود، هذا إن وجد. يعني دورة العبور الزهرة هي ليست 105 سنوات، هي تتكرر في 243 سنة. يعني يحدث عبور أول ثم يحدث العبور دائما يكون عبور مزدوج. يعني احنا في 2004 والآن في 2012 هذا عبور واحد مكون من عبورين. قبل 121 سنة حصل أيضا عبور، وبعد 105 سنوات عبور. هذه الثلاث عبورات اللي كل عبور مكون من عبورين هذه تسمى دورة عبور، فكانت محسوبة من 243 سنة، وستحدث أيضا خلال 243 سنة بنفس التفصيل. فالحسابات هذه من الدقة بمكان بحيث لا يمكن أن يداخلها الشك. جميل. يعني الشيء الملفت مثل ما شفنا في الفيديو إقبال النساء على الفلك، يعني إيش اللي خلاك تدخلين أول شيء في علم الفلك؟ اللي خلاني أدخل في علم الفلك يعني أقدر أقول هو بداية عشق منذ الصغر. تأمل في السماء، مراقبة النجوم منذ الصغر، هذا شيء استهواني. كنت حابة وأطمح فعلا أن أنا أتخصص فيه وأن أنا أوصل فيه لأعلى المراتب، ولكن للأسف كان في عندي مشكلة بأيام الثانوي مع مدرسة الفيزياء، الله يسامحها، فما قدرت أني أنا أدخل، لأنه كان يعني من ضمن الحسابات الفلكية، فكانت تمنع الطالبة أنها تدخل بالآلة الحاسبة. فكنا نحفظ المسائل عن ظهر قلب، فأنا جتني ردة فعل فكرهته. فكان عندي أمل بالجغرافيا فدخلت الجغرافيا. يعني أفهم من كلامك أن علم الفلك يعتمد كثير على الحسابات؟ طبعا مش اعتماد الكثير، بس هو أساسا يعني فيه الحسابات مثل ما هو له عدة فروع، فمن ضمن الفروع في الحسابات يعتمد على الرياضيات ويعتمد على الفيزياء أيضا. فهذا الشيء خلاني يعني أكره الفيزياء شوية، بس خليني مع الجغرافيا أفضل. فطبعا في الجغرافيا أثناء ما كنت أنا أدرس يمكن في عام 1425 أول دورة نسائية أقامتها جمعية الفلك بالقطيف، فحسيت أن في باب انفتح لي. حلو. فعلى طول سجلت فيها ودخلتها، كانت أول دورة نسائية تقام. بعدها خلاص بديت أهمل الجغرافيا لأن حسيت أن أنا ضالتي لقيتها. فبديت أبحث بالنت وأحاول أن أنا يعني أي استفسارات تجي في بالي أحاول أن أنا أجيب عليها، على أساس أن أنا مثل باقي الناس اللي في المجتمع عندنا معلومات مغلوطة عن الفلك، خصوصا أنه معروف أنه الأغلبية تربط لك أن الفلك بالأبراج، وهذا جدا سيء. يعني أنه الأبراج هي الفلك، فالباحث الفلكي أو العالم الفلكي اللي يظهر على شاشات التلفزيون الآن لما يظهر ما يتكلم في مثل ما احنا جالسين الآن في جلستنا هذه، حظك هذا الشهر، حظك هذه السنة، تأثير الكواكب وحركة القمر وما أعرف إيش. فبالذات عندنا في النساء هذه الظاهرات تكثر. أيوة، ينجذبون لها. طيب أنا لاحظت أنه في خلال تعاملي أنه إحنا في شوية تحرج في التعامل مع النساء.
فطيب أنا أحب هذا الشيء وأنا أتمنى أتخصص فيه، ما المانع أن أنا أكمل دراسة؟ في عقبات واجهتني فعلا، لكن هذه العقبات أنا لازم أكسرها في هدف خدمة المجتمع. يعني أنا ما حكون مسؤولة أو مساءلة يوم القيامة عن أمور مثل ما أن أنا عندي علم وعرفته وكتمته، وزكاة العلم نشره. أكيد. فأنا ضليت أحاول يعني أدرس وأحاول أطلع، وكنت يعني الشكر الجزيل موصول لجمعية الفلك، أن أنا كان لما يكون عندي أي بحث أو أي استفسار كنت أعرضه عليهم، ومنها أحاول أن أعرضه للجمهور. كيف يعني مع هذه التجمعات الأخيرة اللي قاعدين نشهدها واللي قاعدة تفعلها جمعية الفلك من خلال إقامة عديد من الدورات الفلكية للنساء، كيف ترين إقبال النساء على الفلك؟ يعني هذه اللغط الموجود اللي أنت تفضلتي فيه من يعني علاقة الأبراج بالفلك، حاجات كلها يعني مرتبطة بشكل خاطئ بالفلك، قدرتوا أنتوا يعني تغيرون هذه الفكرة من خلال هذه الدورات؟ الحمد لله في محاولات، والحمد لله في أشياء يعني نجحت. فأنا أول ما مثلا ما بديت بأول محاضرة كانت علم الفلك وأسراره. أقدر أقول لك أن كان الحضور 26 شخص. تعتبر جيد، لأن الناس جاية تبغى تعرف إيش هو علم الفلك، برغم أنه هو علم قديم. لكن لو أرجع مرة ثانية، يرجع بالزمن لوراء، أقول هذه المحاضرة المفروض تكون رقم 8 مش رقم 1. لأن إقبال الناس كان فيها يعتبر نوعا ما قليل مقارنة لما أحطها بحقيقة التنجيم أو علم الفلك أو الأبراج في الحقيقة، بين الحقيقة والخيال كان الحضور يفوق 100. لأن في هذا العنوانين، حقيقة التنجيم أو الأبراج بين الحقيقة والخيال، هذا هو اللي يبغاه الناس. هذا هو الفلك في منظورهم. فمجرد ما نحن ندخل بالمحاور، طبعا نمشي على مستوى عقولهم، تضطر انك تنزل لمستوى عقل الشخص اللي جالس جنبك عشان يستوعب. لأن أنا لما أقول لهم علم الفلك ما له شغل بالأبراج، أو أن علم الفلك يعني هذا اسمه تنجيم والتنجيم حرام، حينفروا مني، لأن هذا ما يرضيهم. فإذا أنا مضطرة أن أنا أجيب الشيء اللي هم يبغوه باللي يناسبني أنا، وأطرح لهم بشكل مبسط. حتى في بعض الألعاب، بعض التمارين، برغم أنهم كبار نساء، لكن أنا أطرحها، أحطها، أن نلعبها أثناء ورش العمل، أثناء المحاضرات، بحيث أن أنت اللي طلعتي هذه النقطة. يعني أنا أمشي بسياسة يعني الورقة اكتشافات المنقوطة. هم حيكتشفوها. أيوة، أمشي بسياسة الورقة المنقوطة، أعطيهم تفضلوا، هذه ورقة منقوطة، ارسمي فيها اللي تبغيه، مثل كتب ابتدائي ويرسمون لنا رسمة، يقولون لنا اجمع الأرقام اكتشف الحل، فطلع لنا رسمة مثلا سفينة ولا تفاحة ولا كذا، فهم نفس الحالة، هم يرسمون اللي يبغوه. فأقول لهم هذه الصفحة هي صورة مصغرة من السماء. احنا البشر في الإنسان ما قبل 2000 سنة تخيل هذه الرسوم ورسمها وربط فيها مصيره. أنتم الآن نفس الشيء رسمتوها بس بعد 2000 سنة. إيش رأيك أستاذ سلمان بحديث رباب؟ يعني كيف ترى إقبال النساء على علم الفلك في المجتمع؟ هو لا شك مثل ما ذكرت الأخت رباب، هو تصور مو بس حتى النساء، حتى بعض الرجال، أنه الفلك هو محاولة اطلاع على المغيبات، أبراج وتنجيم. يعني حتى الرجال؟ حتى الرجال، وأنا شخصيا أعلم بهذا الشيء. حقيقة تصدم يعني حتى أنا شفت. يعني يمكن النساء يعني الرجال ترى فيهم تفاعل يعني أكثر. قد أصدمك بخبر أنه أحد رجال الأعمال اتصل بي أنه يريد أن يعقد صفقة العمر، ويسألني وإيش تقول النجوم. واو. هذا واصل بعض تفكير الرجال لهذه المرحلة. يمكن يكون في النساء غالب هذا الشيء، وإن كانوا يعني في الفترة الأخيرة بدأ يعني في مجتمعنا المحلي على الأقل وجود جمعية الفلك، الرسائل، المحاضرات اللي تبثها نمت الوعي الفلكي، وأصبح هناك رغبة. يمكن احنا نعاني هنا في المملكة عموما أنه دراسة الفلك الأكاديمية قد تكون معدومة. الآن ما عندنا غير قسم الفلك في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. السنة الماضية لما أردنا، والجهود اللي تقيموها أنتم في الجمعية، السنة الماضية لما في القطيف أرادوا أن يوجهوا طلاب الثانوية وخريجي الثانوية للجامعات وين التخصصات، كلمونا أنا شخصيا عن دراسة علم الفلك. حلو. فوجدنا أنه في المملكة ما أحد يتجه لدراسة علم الفلك، أولا لأنه ما في أقسام في الجامعات. حتى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيها قسم الفضاء، هذا يخرج هندسة طيران. أوكي. جامعة الملك سعود كان فيها قسم وأغلق.
لما جينا نبحث في جامعة الملك عبد العزيز، واتصلت بصديقنا الدكتور حسن باصر رئيس القسم، فقلت له الآن احنا نبغى نوجه الطلاب الثانوية لدراسة علم الفلك. فطبعا بالمناسبة هم السنة الماضية أو قبل سنتين خرجوا أول دفعة ماجستير بنات في علم الفلك في جدة. بكالوريوس؟ ماجستير. إيه. وكانت مجموعة طيبة جدا، ويمكن أنا من سعادتي أنهم أهدوني أول إنتاج، ما هو كان عبارة عن كتاب قبلة العالم، يعني هم من إنتاج البنات سنة 2006 لما بدأوا الدراسة. حلو. فكنت أتكلم مع الدكتور حسن أقول له خريج القسم الفلك أين سيذهب بعد؟ لأنه الطالب أيضا لما يدرس أين يوجه بالفعل؟ وين بيروح؟ يبغى يشتغل في النهاية، يبغى وظيفة. فمراكز بحث ما عندنا. غالبا راح يدرس مادة العلوم لطلاب المتوسط أو مادة رياضيات، فبالتالي حتى الدافع بعد الثانوية بعد الجامعة غير مجدي، ما عنده مكان يعني يحقق فيه طموحه. الآن رباب مثلا كعندها اهتمام بالفلك وتبغى تكون متخصصة في الفلك، تبغى مركز بحث. أيوة بالضبط. يعني جامعة الفلك والتعطيف هي جمعية أهلية قائمة على جهود ذاتية. صحيح. ما فيها ذاك البحث، المراكز البحث أو الدعم. الآن احنا لما نطلع في دول قريبة منا مش يعني ما عندهم الإمكانيات العلمية اللي يعني المملكة مليئة بعلماء الفلك ترى، بس ما في مراكز بحث تساعدهم على إبداع. يعني خلينا نرجع أستاذ سلمان لظاهرة عبور كوكب الزهرة أمام الشمس. يعني الكل يتساءل إيش أهمية هذه الظاهرة؟ أول أهمية بالنسبة لعلماء الفلك والفلكيين سواء كانوا متخصصين أو هواة هي إثبات دقة الحسابات الفلكية. عندما أتحدث أنا أن هناك ظاهرة ستحدث سواء كانت عبور الزهرة أو خسوف أو أي ظاهرة كانت وتحدث في هذا الوقت اللي أنا أحدده، فأنا قاعد أثبت أن الحسابات الفلكية هي دقيقة. يعني أنا قلت أنه الساعة كذا سيحصل كذا، وبالتالي حصل لم يكن هناك تأخير. الأهمية العلمية لعلماء الفلك أيضا هي القدرة على مثل ظاهرة عبور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس. أستفيد منها في حساب المسافة. يعني هذه كانت لما لم تكن هناك مسابير تطلق بالفضاء، لم تكن هناك مناظير دقيقة، كان يستفاد منها في تقدير المسافة، مسافة كم تبعد الزهرة عن الأرض، كم تبعد الأرض عن الشمس. لأنه عادة الكواكب لما تمر أمام النجوم كأي نجم كان بالنسبة لنا الشمس كنجم، وتمر مثلا يمر أمامها يمر أمامها كوكب الزهرة، فبالتالي يخف نوعا ما الوهج اللي موجود في الشمس من خلال معادلات معينة ومن خلال شيء يسموه الانزياح. أقدر أقيس حجم الكوكب، أقدر أقيس البعد اللي تبعد مثلا الأرض عن الشمس. مثلا في القرن السابع عشر كان هناك يعني قياس دقيق جدا لبعد الأرض. يعني الآن بعد الأرض متوسط بعد الأرض عن الشمس تقريبا 149,600,000 كيلومتر. هذا هو الرقم الصحيح اليوم. في أول عبور سجل كان قيس ب900 مليون، يعني رقم قريب جدا من الرقم الحقيقي بواسطة هذا العبور. وممكن من خلالها أستاذ سلمان تتعرفون على بيئة هذه طبعا الكواكب؟ يعني أدمون هابل لما في أحد العبورات يعني تنبأ بأن الزهرة لها غلاف جوي. قبل هذه الظاهرة ما كان معروف. بسبب هذا العبور ما يحدث أمام الشمس من انكسارات، أيوة. تنبأ بأن هناك للزهرة لها غلاف سميك. من هذه الظواهر هذه يعني من هذا. يمكن أستاذ رمضان أبدأ راية في موضوع دراسة النساء وتخريج أول دفعة في عام 2006 للنساء. إيش رأيك في دراسة النساء لعلم الفلك في السعودية؟ أنا أشوف أنها دراسة مهمة جدا مثل أي تخصص ثاني، خصوصا نحن مثل ما قلت نعيش واقع مغلوط. يعني يكفي أنك أنت لما تجلسي في جلسة نساء وتلاقي أن كل واحدة تتباهى بمعرفة الأبراج، تتباهى بقراءة الفنجان وتنسبه للفلك، تتباهى بقراءة الكف وتنسبها للفلك. كل ما شيء سيء. حتى الآن في التضخيم الإعلامي، الفبركات الإعلامية إذا يبغون يعني يفبركون أي إعلام حطوه بالفلك، وبعدين يقول لك استغفر الله الآن وعلامات اقتراب الساعة ونهاية العالم. طب ما صارت إلا بالفلك. يعني حتى الأحداث السياسية والظواهر كلها مربوط بالفلك. يعني كلها يربطونها نفس الشيء. أمس يعني أمس احنا واقفين بالكورنيش، يعني في أخوات تسأل طب الحين احنا وش بيصير فينا؟
يعني صار التنبؤ قلت لها- بالحياة اليومية قلت لها جدا شوفي، مربوط الآن أنت بالفلك. عندك بالجهة الغربية موجود القمر يغرب، وعندك الآن بالجهة الشرقية الشمس والزهرة، وهذا البحر هادئ، وإذا أنت واقفة مكانك ما في أي شيء. هذه دورة حياة، مثل ما أنت عندك دورة حياة تحين وتموتين، أيضا الكواكب والأجرام السماوية بصفة عامة لها دورة حياة. يعني ما يصير تربطينها. أنا ممكن أن أنا أتجاهل إن ما أردت، لأن أنت الآن سألتي سؤال تنجيمي وليس فلكي. يعني هذه مشكلة. أنا حتى في عام 2010 في مؤتمر الإسلامي الفلكي في أبو ظبي طرحت أن هذه النقطة في علم الفلك في عيون الإعلام والمجتمع، أنه كان يعني شيء اسمه كارثة، أنه يجيك النساء يعني ماخذين حجة كذب المنجمون ولو صدقوا بأنها آية قرآنية أو حديث شريف. يعني الإعلام له دور في تضخيم طبعا له دور. يعني الآن هذه الأمور. لما نقول الباحث الفلكي سلمان، غير لما نقول الباحث الفلكي أو المنجم. المنجم ما راح يقولوا منجم، بس هناك هناك في منجمين يظهرون منجمين يظهرون، لكن يظهر باسم ايش؟ يظهر باسم الدكتور او الباحث الفلكي. يا الله، العالم يعني يربط الفلكي، علاقته العالم الروحاني. فهذه ايضا كارثه كبيره جدا. فانا هنا طرحت السؤال، فقلت لهم انه انا في كل مكان ادخل الان اقول لهم هي كذب المنجمون ولو صدقوا ايه ولا حديث. طبعا اطرحها للنساء، طبعا تسمعي العجب العجاب من الاجابات. ففي من ياكد لك انها ايه، وحتى اذكر انه مره قالوا لي انها ايه وفي سوره النجم وايه الايه رقمها 29. فانا قلت لهم جيبوا لي القران وافتحوه وطلعوا السوره وطلعوا الايه وسبب نزول السوره وسبب نزول الايه عشان نتاكد. فطبعا صدموا انه ما فيه، فما انه ما فيه لازم انهم يقنعوا انفسهم ان هذا شيء صح. فقالوا حديث. قلت لهم طيب الحديث، الراوي، سلسله الرواه اللي روت الحديث، مين اخرج الحديث، مين صحح الحديث، وفي أي كتاب، في أي مرجع، مين، نوعه، هو صحيح، خبر، متواتر. فطبعا قامت واحدة صارخة تذكر في واحدة من المحاضرات، قالت أنت تبغي تعجزينا. قلت لها أنا أبغى أعجزك ليه؟ ما مش بالسهولة أنت تتألين على الله ورسوله بما لم يقل الله ورسوله. صحيح. فإحنا لمتى نسمح لهذه الظاهرة بأنها تتفشى بين النساء، وأنه يعني حتى أنها تدخل في مرحلة العبادة، أنه كأنه علم الأبراج سوري هو ليس علم، كأنه الأبراج انها شيء اساسي. طيب فانا رديت عنهم، يعني انه لو كان شيء اساسي نرجع الى ايه قرانيه في على لسان الرسول صلى الله عليه واله وسلم. بالفعل يعني في كثير اشخاص يعني مدمنين يعني قراءه فعلا. ما انا اقول لهم ان الرسول قال لو كنت اعلم الغيب لايش؟ انا قلت لهم كملوا، فقالوا هم على طول لاستكثرتم من الخير. قلت لهم لاستكثرتوا، ما قال لتنبأت بمستقبلي غدا أو حظي غدا. صحيح. ونفس الشيء في الأحاديث، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. فإذا هذه كارثة أنك تجي تقولي أنه هو شيء من العلوم. طبعا من المأساة الثانية اللي احنا نلاقيها أنه في نساء ترى تبعد عن دراسة الفلك لما تعرف أنه هو دراسة الكون، مو هذا اللي احنا نبغاه. يبغون ان يتعمقون في دراسه ربط الاسماء، مصير الانسان وحظه ومستقبله. اما انك تقولين ان هذا الشيء لا. فعشان كذا انا توجهت الى التنجيم، يعني صرت ابحث عن التنجيم، محاضرات التنجيم لمحاربه التنجيم، فصرت ابحث عن هذا الشيء. يلا الحين البركه فيك رباب ان تغيرين مثل هذه الافكار الخاطئه في المجتمع. السؤال هنا استاذ سلمان، هل تحدث هذه الظاهره لكواكب اخرى ام هي مقصوره على الشمس؟ بالنسبه للعبور هو تحدث لكوكبين، كوكبي عطارد باعتباره هو الاقرب للشمس، ولكوكب الزهره اللي حصل امس باعتبارهم بالنسبة لنا نحن سكان الأرض. يعني لو كان مثلا في بشر في المريخ أو في سكان في المريخ، إيش حيصير فيهم؟ راح يصير أنهم يشاهدوا أن كوكب الأرض يمر أمام يعني باعتبار أنه الأرض والشمس فيمر أمام يعني بس بالعكس يمر لا باعتبار أنه الكوكب العكس الزهرة يعني داخل مدار الأرض، فبالتالي تمر. لو الحين مثلا احنا في عطارد راح نشوف، لا لو في عطارد ما راح نشوف شيء. أتحدث عن اللي خارج الأرض، اللي بعد الأرض. أيوة. سلسلة الآن الشمس، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. فلو كان أحد في المريخ راح ممكن يشاهد ظاهرة الأرض تمر أمام الشمس، ولو كان أحد في المشتري سيشاهد المريخ. باعتبار أنه كل ما كان الكوكب داخلي للمدار للكوكب اللي أنا فيه سيشاهد هذه الظاهرة. حلو. السؤال اللي يمكن باعتبار أنه هذه ظاهرة تعتبر نادرة، تتحدث يعني في 243 سنة. أيوه.
الشيء اللي يحدث، هل ممكن تحدث الظاهرة للكوكبين عطارد والزهرة في وقت واحد؟ ممكن. هذه ممكن، ولكن هذه أندر من حادثة كوكب الزهرة. يعني تتحدثين عن عدة قرون. وهذا يدفعني أسألك، هل سرعة الكواكب هي يعني كلها مساوية لبعض؟ لا. كل ما كان الكوكب قريب لأمه اللي هي الشمس مثلا فتكون سرعته أكبر، ولهذا السنوات الكواكب القريبة تكون أقل. يعني الآن أسرع كوكب هو عطارد باعتبار هو أقرب. الآن أنت لما خليني أشبه، لما تكوني في دوار وتسوقي سيارة، الدوار فيه 3 مسارات. أيوة. وتلفوا ثلاثتكم بالدوار، فأكيد اللي أقرب راح يقطع المسافة أقل، لأنه مداره صاير أقل حول الأرض، حول الشمس. فكل ما ابتعدنا، يعني كوكب مثل أورانوس أو نبتون الأبعد، أكيد راح يقطع مسافة أكبر من الكوكب القريب فبالتالي مسافتهم يعني باعتبار كل ما الجاذبية أيضا لها دور طبعا هنا، فيكون أسرع. حتى القمر لما يكون قريب من الأرض تكون سرعته أكبر، لما يكون قريب من الأرض، لما يكون بعيد تقل سرعته أيضا. يعني بس هم مو كلهم يلفون حول الشمس؟ كلهم يلفون حول الشمس ومدارهم مختلف أيضا. طيب كيف يعني فهمت الحين أنه هو يرصد هذا العبور في فترة زمنية محددة اللي أنت ذكرتها. نعم. طيب سؤال يعني أخير راح أسألك إياه. أنت ذكرت أنه ممكن أنتم كفلكيين يعني من خلال هذه الظواهر تعرفون بيئة الكواكب. أنت قلت أن عطارد هو أقرب كوكب للشمس، ممكن يكون في فترة من الفترات يكون عطارد مثلا بيئته مختلفة، ولما يمر من الشمس يكون بيئة حارة مثلا بعد ما يمر أنه عطارد عموما كوكب حار باعتباره قريب من الأرض. يعني أنا لا أتذكر رقم إذا يمكن ربما تتذكر درجة حرارته، ولكن درجة حرارته رهيبة لأنه هو الأقرب للشمس. الأقرب أيوه. يعني هو جحيم. والأجحم منه هو الزهرة، اللي باعتبار أنه غلاف جوي ويعاني من احتباس حراري. يعني لو وضع الإنسان فيه لذاب، يعني باعتبار أنه الاحتباس الحراري هو عبارة عن أنه الحرارة تدخل داخل وما تخرج بسبب الغلاف الجوي. حلو. في صورة إذا تحب تعلق عليها. هذه من زميلنا وصديقنا الباحث الفلكي الأستاذ علي الحجري في البحرين، وهو أيضا بجهود ذاتية رصد المراحل منذ شروق الشمس إلى تقريبا نهاية الرصد، وكان رصده جدا موفق بتلسكوب 8 إنش باستخدام فلاتر شمسية. حلو. طبعا الشباب في الجمعية يمكن رصدوا، ولكن على الكورنيش ما كانت التجهيزات بالمعدات، كانت معدات جدا قليلة. فكان هذا يعني من جدا رائع من الأستاذ علي، وتحية له. أكيد نوجه له تحية عبر كاميرا صباح ثقافية. راح أختم معك رباب. يعني تكلمنا كثير عن إقبال النساء لعلم الفلك والحاجات اللي أنت ودك أن أنت تغيرينها في المجتمع. طموحك كفتاة، يعني إيش الحاجات اللي ودك أن أنت تلبيها من خلال دراسة علم الفلك؟ اللي أنا أطمح له أن أنا فعلا مجتمع خالي من الأمية الفلكية. إحنا لما نحاول نخرج بتدريس الفلك أو حتى المحاضرات، سواء دخول المدارس أو دخول رياض الأطفال وغيره، أنه كل شخص يعني يعرف أن علم الفلك قبل ما يكون علم هو يعتبر نوع من أنواع العبادة، لأنه تأمل. فيكفي أنك أنت تتوجه إلى الله غير الصلاة بأنك تتأمل في المخلوقات وتكثر من قول سبحانك يا ربي ما أعظم خلقك. هذا شيء رائع جدا، هذا اللي أنا أطمح له، مجتمع خال من الأمية الفلكية. أكيد. أنا أشكر وجودكم أستاذ سلمان آل رمضان والأستاذة رباب القديحي على تسليطكم الضوء على هذه الظاهرة، ظاهرة عبور كوكب الزهرة أمام الشمس. مثل هذه الظواهر أكيد لابد أن احنا نغرسها في المجتمع ونوعي المجتمع، ودوركم جدا فاعل في هذا الأمر من خلال دعوتكم لمشاركة المجتمع في غرس هذه الثقافة الفلكية أكيد، والحماس والتفاعل اللي أبدوه أيضا الأشخاص اللي زاروا الموقع في كورنيش القطيف. شكرا كثير لكم، وإن شاء الله نشوفكم في ظواهر فلكية قريبة إن شاء الله. بس السؤال هنا، هل حيكون في غبار الأيام الجاية؟ والله هو الغبار يستمر إلى منتصف شهر يوليو. يا الله، ما هذا الخبر اللي ما نبغاه احنا. تاكلوا ورطب على الأقل. يلا يعطيك العافية أستاذ سلمان، أستاذة رباب، شكرا كثير لوجودكم. مشاهدينا خلينا ننتقل لفاصل، من ثم نواصل باقي فقراتنا.
شكرا.